السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلب؟ عاملين ايه؟ انا شيماء العدو، ده قناتي. احنا ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض صنف حلويات، انما ايه، فاخر من الاخر. عايزة اقول لكم محدش عمله قبل كده على اليوتيوب. ما شاء الله كده، طبقات من السعادة. طبقة كده من الكريمة، وطبقة من الجلاش، وطبقة من الكنافة. وتيجي بقى تقطمي القطمة كده، وتحسي بقى بقرمشة الكنافة كده مع الجلاش، مع الكريمة كده اللي عاملة زي الزبدة. يعني القطمة الواحدة منها كده هتوديكي في حتة تانية. لازم تجربوها إن شاء الله في شهر رمضان وتعتمدوها، وتدعوا لي دعوة حلوة كده بالخير. وعايزة أقول لكم إن طريقة تشكيلها سهلة جدا جدا، حتى لو أول مرة تعملي حلويات إن شاء الله هتنجح معاكي من أول مرة. ودلوقتي بقى يا ريت كل اللي حابب يكمل معانا الطريقة والفيديو، يا ريت ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة، وأهم حاجة تفعلوا زر الجرس على كلمة الكل علشان يوصلكوا إشعار بكل فيديو جديد هننزله إن شاء الله. ويلا بينا بقى نسمي ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، ونبدأ في الطريقة. معانا أول حاجة في المقادير النهاردة، معانا الشربات أو السيرب أو الشيرة. معانا كده كوبايتين من السكر، هنضيف عليهم كوبايتين من المية. وكل اللي أنا هعمله في المرحلة دي هغطي على حلة الشربات علشان الشربات ما يسكرش معانا. ليه بقى؟ علشان رذاذ السكر اللي هتكون على جدران الحلة أثناء الغلية، لو الحلة مكشوفة هينزل في الشربات يخليه يسكر معاكي. فأنت لما بتغطي حلة الشربات، رذاذ السكر ده البخار بيغسله، فبالتالي الشربات ما يسكرش معاكي أبدا. ودلوقتي بعد ما الشربات غلي كده والسكر داب، عصرت عصرة ليمون وهغطي على الشربات واسيبه كده يغلي لمدة 10 دقايق. أنا محتاجة شربات تقيل. دلوقتي بقى تعالوا نعمل الكريمة. معايا كده 4 كوبايات من الحليب. حجم الكوباية اللي أنا مستخدماها حجمها 250 ملي، قد أكبر حاجة من الكوبايات المعيارية. يعني دول كده كيلو من الحليب. هنضيف عليه إيه؟ هنضيف عليه كده 4 معالق كبار كده من النشا. النشا أو الكورن فلاور أو الميازينا. النشا العادي اللي احنا بنضيفه على الرز بلبن أو المهلبية. دلوقتي بقى هضيف إيه؟ هضيف كده 4 معالق كبار من السميد. ده السميد بتاع البسبوسة الخام اللي مش بنضاف عليه أي حاجة خالص، بنجيبه كده سايب من عند العطار. هنضيف بقى بعد كده ايه 4 معالق كبار من السكر. طبعا انت لو حابه تعملي كريمه اقل من كده تقدري تعملي الكميه اللي انت حباها. ودلوقتي بقى اخر حاجه ضفتها كده نص معلقه صغيره من الفانيليا. يبقى كده احنا فهمنا كل كوبايه حليب هتاخد كده معلقه كبيره من السكر، معلقه كبيره من النشا، معلقه كبيره من السميد بتاع البسبوسه. هقلب بقى كل الحاجات دي كده مع بعضيها لغايه لما افك كل التكتلات قبل ما ارفع الخليط على النار. بعد كده بقى هرفع الخليط ده على النار واقلب فيه تقليب مستمر، مش هشيل ايدي خالص الا لما الخليط يتقل معايا بالقوام اللي انتوا شايفينه ده. طبعا الخطوه دي مش هتاخد معانا كده 5 دقايق، والخليط هيتقل معاكي كده بالشكل ده. اول ما الخليط بيتقل هضيف كده معلقتين كبار من القشطه. القشطه او وش الحليب، لما نحط الحليب في التلاجة بعد ما بيغلي بيعمل وش، هي دي القشطه. طبعا انت حابه بقى تشتري قشطه من بره زي ما انت حابه، مش حابه تضيفي قشطه خالص وما عندكيش، مش هيحصل اي حاجه خالص، ولا هتاثر على قوام الكريمه في حاجه. بس كل الموضوع انت بتطعمي الخليط اكتر واكتر. ما عندكيش قشطه وحابه تحطي معلقتين كده من اللبن البودره، تقدري تستبدليهم باللبن البودره، او ممكن برضو تستبدليهم كده بمعلقتين كبار من الكريم شانتيه. دلوقتي بقى هعمل ايه؟ هجيب صينيه كده فاضيه زي ما انتم شايفين، مش مدهونه اي حاجه خالص، وهفضي فيها الخليط زي ما انتم ملاحظين، وبعد كده هسويه باي معلقه كده او بسباتيولا علشان كله يبقى كده سمك واحد. وهسيب بقى الخليط ده كده يبرد كويس جدا الاول. اول ما بيبرد بيتمسك معايا بالشكل دوت. سيبيه يبرد كده في درجه حراره الغرفه، مش شرط تحطيه في التلاجة. هو مجرد 10 دقايق بالظبط هيبرد معاكي ويتمسك ويبقى معاكي بالقوام ده. قطعيه بقى كده على شكل مكعبات، وبعد كده بقى طلعي المكعبات دي هتطلع معاكي بمنتهى السهوله. انا هطلع دلوقتي كده كام قطعه قدامكم، هوريكم قد ايه هو متماسك وفي نفس الوقت برضو كريمي لو جيتي كلتيه. حابه اقول لكم بقى ان انتوا لو حابين تعملوا الكريمه دي بره اي وصفه خالص وتعملوها كده في اطباق، هتبقى جميله جدا جدا وطعمها جميل. كده بقى الكريمه اصبحت جاهزه معانا، هنركنها على جنب وتعالوا بقى نشوف الخطوه اللي بعد كده. الخطوه اللي جايه سهله جدا جدا. معايا كده ربع كيلو من الكنافه، طبعا مفرزاه في الفريزر ومجمداه الاول، وبعد كده هبتدي افريه كده، هيفري معايا كده بمنتهى السهوله. حابه تجيبي الكنافه طازه وتقصقصيها كده بالمقص عادي جدا، او تفرميها في الكبه. دلوقتي بقى هفركها كده، هتنفرك معايا بمنتهى السهوله لانها مجمده. بعد ما فركتها كده زي ما انتم شايفين هعمل ايه؟ هجيب كده معلقتين كبار من السمنه او ربع كوبايه من السمنه، وهضيفهم على الكنافه. دلوقتي بقى انا هعمل ايه؟ همسك بقى الكنافه كده مع معلقتين السمنه، اخلي السمنه كده توصل لكل حته في الكنافه. دلوقتي بقى عندك اختيار من الاتنين، يا اما تاخدي بقى الكنافه على البوتاجاز وتقلبي فيها كده تقليب مستمر لغايه لما تتحمر معاكي،
او تحطيها في الفرن كده زي ما انا هحطها. انا جبت صاج كده مش مدهون اي حاجه خالص وحطيت فيه الكنافه، وهفرد بقى الكنافه كده وادخلها الفرن على درجه حراره 200. بس طبعا مش هنحطها ونسيبها، هنقلب فيها كده كل شويه، يعني كل شويه تفتحي باب الفرن وتقلبيها كده بالمعلقه، وبعد كده تزقي الصاج تاني تدخليه لغايه لما تتحمر معاكي. طبعا الخطوه دي مش هتاخد معاكي 10 دقايق بالظبط وهتتحمر معاكي على طول. اوعي تسيبيها وتروحي في اي حته هتتحرق منك. مش هتتحكمي فيها في فرن البوتاجاز، حمريها كده على البوتاجاز من فوق. بعد ما حمرنا الكنافه بالشكل دوت هبتدي بقى اركنها على جنب، احنا محتاجينها بارده. وهجيب بقى ايه كده نص كيلو من الجلاش. ده الجلاش يا جماعه اللي بنباع عند الكنفاني، جيبي من اي حته، بس اهم حاجه ورق الجلاش يبقى رقيق بالشكل دوت علشان الوصفه تنجح معاكي. طيب دلوقتي بقى انا هعمل ايه؟ هحط بقى الجلاش ده كده في فوطه علشان ما ينشفش معايا على ما اخلص ايه الشغل بتاعي. ودلوقتي بقى تعالوا نشوف الماده الدهنيه اللي احنا هنستخدمها النهارده في توريق الجلاش. معايا كده كوبايه الا ربع من السمنه، هنضيف عليها ربع كوبايه من الزيت، هفضيهم بقى في طبق كده. وبعد كده بقى تعالوا نشوف الطريقه السهله جدا جدا. معايا اول ورقه كده من ورق الجلاش، هدهنها بقى كده بالماده الدهنيه اللي هي الزيت على سمنه. ادهني بقى الورقه كده ما تسيبيش فيها حته لغايه لما تدهنيها كلها، وبعد كده بقى اضيفي ايه الورقه التانيه. خلاص كده انا دهنت الورقه الاولانيه، هحط عليها الورقه التانيه كده زي ما انتم شايفين. اهم حاجه في المرحله دي ان اطراف الجلاش كلها كده تبقى جايه على بعضيها. شايفين الحرف ده جاي على الحرف ده. هبتدي برضو ادهن الورقه التانيه بنفس الطريقه، مش هسيب فيها حته الا لما ادهنها. وبعد كده بقى هضيف الورقه التالته كده. خلاص دي اخر ورقه معايا، هدهنها برضو كده بنفس الطريقه. وكده خلاص احنا خلصنا كده اول مرحله. كل بقى اللي احنا هنعمله ان احنا نقسم ورقه الجلاش دي كده لاقسام. هقسمها بالشكل دوت كده زي ما انتم شايفين، بالعرض كده لاربع اقسام، وبالطول لثلاث اقسام بس. شايفين بنفس الطريقه دي. بعد كده بقى هجيب الكريمه اللي انا لسه عاملاها كده وعاملاها على شكل مكعبات، وهبتدي بقى احط كده مكعب على كل قطعه. يبقى كده احنا فهمنا احنا ليه عملنا الكريمه بالشكل دوت وفضيناها في الصينيه وسبناها كده لما بردت، وبعد كده قطعناها كده على شكل مكعبات. وده علشان لما تيجي تشتغل في الجلاش زي كده تقطعيه كده وتجهزيه وتحطي عليه المكعبات على طول. الخطوه دي مش هتاخد معاكي 10 دقايق وهتكوني مخلصه الجلاش كله كده بسرعه الصاروخ. شايفين؟ هجيب بقى اول قطعه كده وعليها المكعب، هبتدي بقى اطبق كده الورق كده على بعضه زي ما انتم شايفين. وبعد ما بطبقه كويس هدهن بقى القطعه دي كده بالسمنه، وده علشان الاطراف تمسك في بعضيها او تلزق في بعضيها، وفي نفس الوقت برضو ورق الجلاش كده يورق من كل حته. قفلناها بقى كده على شكل مربع، هنقلبها على الناحيه التانيه وهنحطها في الصاج. وطبعا الصاج اللي احنا بنحط فيه بيكون مدهون دهنه كده من السمنه. دلوقتي بقى زي ما انتم شايفين هداني ماشيه بقى بنفس الطريقه دي، اطبق الورق كده على بعضه كده من الناحيتين، وبعد كده اقفله بالشكل ده. بس اهم حاجه زي ما قلتلك ادهني الورقه قبل ما تقفليها علشان تلزق معاكي، وبرضو تدهني الصاج علشان لما تيجي تحطي القطعه تبقى ماسكه معاكي كويس كده في الصاج، ما تتحركش كده ولا تروح شمال ولا يمين. طبعا انا هعمل معاكم دي اخر قطعه وهكمل الباقي كده مع نفسي علشان مش هطول عليكم مده الفيديو. الطريقه سهله وبسيطه خالص ومش فيها اي افتكاسات. وده كان شكل الكميه كلها كده بعد ما خلصتها. طلع معايا كده صاج محترم، ده صاج 30 في 40 يا جماعه. وعايزه اقول لكم فاض معايا كده حوالي 3 ورقات تقدري تعمليهم كده في صينيه صغيره، بس الصراحه انا طبقتهم كده وعنتهم في الفريزر كده اعملهم مره تانية. دلوقتي بقى زي ما انتم شايفين انا دهنت وش الجلاش كله بالسمنه كده، وبعد كده دخلته الفرن على درجه حراره 170. طبعا بتولعي الفرن وتسخنيه قبلها كده ب10 دقايق، وبعد كده بتدخلي الصاج في الرف الوسطاني. لو الفرن كهربا شغلي فوق وتحت والمروحه، وحطي الصاج في الرف اللي في النص. لو فرن البوتاجاز شغليه من تحت الاول على درجه حراره 170، واول ما الجلاش يستوي من تحت ويتحمر اطفي من تحت وشغلي الشوايه وحمري وشه. وده كان شكل الصاج بعد ما سقيته كده بالشربات. اول ما بيطلع كده هو لسه سخن مولع بنسقيه بالشربات البارد. طبعا الشربات تقيل زي ما انا قلت لكم كده، الشربات بتغليه لغايه لما يعمل معاك كده رغوه بيضه بتدفع عليه. اول ما بتدفع عليه وبيبرد بيديك القوام التقيل اللي عامل زي عسل النحل الخفيف. طيب دلوقتي بقى تعالوا نشوف احنا ازاي هنضيف الكنافه كده على الجلاش. زي ما انتم ملاحظين كده طبعا احنا لما بنسقي الصاج
طبعا الصاج بتفضل كده فيه شويه من الشربات، وهيتفضل برضو معاك كده شويه كده من الشربات صغيرين. تقدري تعملي الحركه دي في طبق، مش شرط الصاج. يعني تفضي الشربات كده في طبق، وبعد كده بقى تروحي حاطه قطعه الجلاش بعد ما تبرد كويس جدا في الشربات، وتروحي كده قلبها على الناحيتين، وبعد كده تحطيها في الكنافه. طبعا الكنافه في المرحله دي هتلزق معاكي كويس جدا جدا من فوق ومن تحت. هتخلصي بقى الكميه كلها بالشكل دوت، وبعد كده بقى حابه ترشي مكسرات زي ما انا رشيت كده على كل قطعه، رشي زي ما انت حابه. يبقى كده احنا فهمنا ازاي لزقنا الكنافه كده على الجلاش بعد ما استوى. بعد ما بيبرد كويس، يا اما تفضي الشربات كله اللي موجود في الصاج كده في طبق على الحبه اللي باقيين، وتروحي غطى كل قطعه كده من الناحيتين في الشربات، وبعد كده بتحطيها في الكنافه. طبعا الكنافه متحمره وجاهزه معانا ومش محتاجه اي حاجه خالص. هتطلع معاك القطعه كده شكلها روعه وشكلها منسق كده وجميل. فكره جميله وجديده، وفي نفس الوقت النتيجه طالعه هايله جدا جدا. طعمها خطير يا جماعه. اقطمي بقى قطمه كده، هتلاقي بقى الجلاش كده مقرمش معاكي، والكنافه مقرمشه، والكريمه طعمها خطير كده، يعني حاجه كده فوق الخيال. طبعا انا عملت معاكم الجلاش ده قبل كده من سنتين بنفس الطريقه، تقدروا تشوفوه لو انتم مش حابين تعملوه بالكنافه. هتكتبي الجلاش بالكريمه وجنبه اسمي وتبحثي. القناه دي موجوده على اليوتيوب. وطبعا عملنا برضو الجلاش بالكنافه والكريمه بطرق تانية مختلفه عن ديت خالص، طرق جديده اول مره تشوفوها، طرق جديده ومبتكره. هتكتبوا الكنافه والجلاش وجنبها اسمي وتبحثوا، هيجيلكوا كل الطرق كده ورا بعضيها. وحابه اقول لكم ان الكريمه بالسميد طعمها خطير ومميز، زي ما قلت لكم كده لو حابين تعملوا الكريمه دي لوحدها طعمها هيكون جميل جدا جدا. وده علشان السميد بيخلي قطع الكريمه متماسكه معاكي، وفي نفس الوقت مش منشيه معاكي كده وتقيله، لا خفيفه كده وطعمها جميل جدا جدا. ودلوقتي بقى يا ريت كل اللي وصل للحته دي من الفيديو ما ينساش يحط لي لايك كده حلو، ويكتب لي كومنت حلو كده منه، وده علشان اعرف ان الفيديو عجبكم، وفي نفس الوقت كومنتاتكم بتفرحني جدا جدا. وبالنسبه بقى لضيوفنا الجداد اللي اول مره يشوفوا القناه وعجبتهم القناه وحابين يشتركوا فيها، اكيد يشرفنا اشتراكهم، بس ما ينسوش يفعلوا زر الجرس على كلمه الكل علشان يوصلهم اشعار بكل فيديو جديد هننزله ان شاء الله. اترككم في رعايه الله وامنه. دمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.